يا أهلا وسهلا بيكم ورجوع بعد غياب طويل بنعتذر لحضراتكم عنه. وبإذن الله نحاول نوفق الأوضاع ونبقى معاكم بشكل مستمر، ويا رب نبقى ضيوف خفاف الفترة الجاية عليكم بإذن الله. الكلام في الحلقة دي هيبقى فيها حاجات ممكن تزعل بعض الأهلاوية من اللي غضبانين بسبب خسارة ماتش سان داونز للمرة التانية بالشكل المهين والسيء بالخمسة. بس لازم نقوله عشان متعودين معاكم اننا هنا نقول كلمة الحق اللي بنشوفها من وجهة نظرنا، ومش بندعي اننا بنفهم اكتر من اي حد، انما هي وجهة نظر حس ما اقتنعت بيها. يا اهلا وسهلا يا صديقي، ما حبيتش كلامك ووجهة نظرك محترمة وتتشال فوق الراس، والاختلاف ده طبيعي في الكورة. هل في لعيبة عايزة تاخد على دماغها؟ طبعا مش محتاج كلام. هل كولر مش غلطان وفل الفل لا يأتيه الباطل؟ لا طبعا غلطان، ولازم يتحاسب على الماتش اللي حصل في سان داونز وانه ما ذاكرش كويس. يبقى الخلاف هنا بقى على ايه؟ عايز اسأل حضرتك سؤال، خلافكم يا جماعة الخير على ايه؟ تعالوا نطرح كده سؤال حلو. محدش دلوقتي عاجبه محمد شريف ورغم ارقامه مظبوط. الراجل معدي مثلا حسام حسن في افريقيا مع الاهلي، ومعدي 55 جول اظن في الدوري ان لم تخن الذاكرة وكل ده وهو مثلا بنتكلم في 26 سنة. طيب الناس عايزاه يمشي ولا عايزاه يتعدل، ولا عايزين حد احسن منه وهو يقعد له دكه مثلا؟ محدش موضح، بس الكل بيقول ايه السلوجان الشهير: عايزين مهاجم عدل. والله يرحم ايامك يا متعب، والله يرحم ايامك يا فلافيو، والله يرحم ويرحم ويرحم. تمام، انا ما عنديش اي مشكله. طيب هل تعلم عزيزي المشاهد انه عماد متعب نفسه ايامه كان جنبه فلافيو وعاد له دكه احتياطي اسامه حسني واحمد بلال، وجا عليهم بعد كده هاني العجيزي، وبعد كده محمد فضل، وبعد كده جه جده، وبعد كده جه السيد حمدي، وبعدهم جت ناس كتير بس ما كانوش مؤثرين زي الناس دي شوف كام لعيب كان مع متعب الفترة دي. طبعا أسامة وبلال مشيوا بس جه مكانهم فضل وجده والسيد حمدي، ومتعب فضل موجود اللهم إلا فترة احتراف في السعودية اللي هي كانت سنة مثلا إعارة في 2009. بس شوف كم المهاجمين اللي موجودين معاه. طيب تعالى عندك دلوقتي مين مع محمد شريف؟ مين ينافس شريف طيب ويخليه مش على بعضه أو يخليه قلقان؟ مين يخلي شريف يريح فترة على الدكة؟ شادي حسين؟ ما اديكوا شايفين الحال. وانا بقول دايما انه اي لعيب بيجي من نادي غير جماهيري ده ما هو الا هلك وتضييع وقت. ليه؟ عشان مش متربي على اجواء الجمهور. اديك حضرتك شايف مروان عطية واحمد القندوسي جم الاهلي دخلوا في الجو على طول. ليه؟ واحد جاي من نادي جماهيري مصري اللي هو الاتحاد السكندري، وجمهور تقيل، جمهور مش سهل، جمهور الاتحاد. والتاني جاي من نادي جماهيري برضه في الجزائر. فالشباب اللي بتيجي من انديه شركات دي انا بشوف انها بتضيع وقتنا ومش هناخد منها مردود. طيب مين تاني غير شادي؟ كهربا ده راجل جناح اساسا ومتوظف مهاجم حضرتك رغم فعاليته، انا ما بنكرش ده، كهربا لعيب خطير وانا من الناس اللي هي الشبيحه بتوعه بس انت شايف مين برضو يجي يشيل مكان شريف او يقعده؟ ما فيش حد من مصر خالص. لو جه مهاجم تقيل انا بقول لك هتلاقي شريف ده رجع لمستوى تاني. ده لو لقيت مهاجم اديكم شايفين الحاله، وبره السوق مش سهل يا جماعه. احنا يمين شمال لازم تعترفوا، كلنا نعترف احنا انديه فقيره بما فيها الاهلي. انديه فقيره والله، الحاله مش حلوه، اعترفوا بده عشان ترتاحوا. مفيش امكانيه انك تحط في لعيب 10 مليون دولار ولا حتى 6 مليون، مفيش الكلام ده اللي احنا بنحكي فيه ده، ما ينفعش، ما ينفعش. طيب نيجي لنقطه تانية، اللعيبه حته انه الله يرحم جيل ابو تريكه. طب يا شباب ايام ابو تريكه وجيله الدوري كان 16 فريق، افريقيا ما كانتش بهذا الكم من الماتشات، كان اللي يصعد من المجموعات بيطلع على دور الاربعه مباشره. ومش محتاج افكر حضرتك اما كنا في 2009 لعيبه الاهلي اتضغطت مع المنتخب بس شويه ما بين تصفيات كاس العالم وكاس قارات ودوري مصري ودوري ابطال افريقيا وكاس عالم انديه طلعنا فيه السادس ساعه باتشوكا. مش محتاج اقول لك اننا خسرنا كميه نقط ملهاش حصر في الدوري وخدنا البطولة في الآخر من الإسماعيلي في ماتش فاصل وكنا معرضين للخسارة. شوف حضرتك الإرهاق اللي حصل للجيل الذهبي ده كله، وعدد ماتشاتهم كانت أقل بكتير من الجيل ده، الجيل اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي ده. قارن عدد الماتشات ببعضها، الموضوع صعب يا جماعة والله، الموضوع مش سهل ومرهق فوق ما أي حد يتخيل. كتر ألف خير القماشة دي إنها قدرت تقدم كل ده وتاخد 2 برونزية و2 افريقيا وتاخد رابع السنة دي في كاس العالم الاندية و2 سوبر ودوري وكاس. لا كتر خير الدنيا، وصعدوا مع كيروش ومنتخب نهائي افريقيا كمان، ولعبوا البطولة العربية وحاجات كده غريبة عدد ماتشات كتير يا جماعة، كل ده ما ينفعش نغفله. كمية الماتشات اللي بتتلعب مرعبة، زائد انه لازم كل سنة تلعب فرق
سواء افريقيا او محليا بتبقى مصادفة سبحان الله العظيم يعني كل سنة ان الفرقة دي مريحة اسبوعين وثلاثة. والله العظيم في مرة انا فاكر فيوتشر السنة اللي فاتت لعبنا ولا طلع الجيش اظن، لعبونا وهم مريحين شهر كامل قاعدين بيستعدوا لينا شهر، واحنا فرق يومين بس ورحنا رحنا لعبناهم بعد يعني اللي هو يومين وهم مريحين شهر. كل سنة كده. انا افتكر في 2018 لما الزمالك كسب الكونفدرالية خسر الدوري قصاد الاهلي، الدوري الشهير اللي هو بتاع 2018 ده، فضلوا سنة كاملة يشتموا جروس عشان كان بيعتمد على 15 لعيب بس وجالهم اجهاد. النهائي كونفدرالية واحد حضرتك، الصياح ده كله عشان نهائي واحد. ما لعيبة الاهلي دي بقى تعمل ايه؟ ما بينورش عندك لمبة خالص انه مع كل مدرب لازم اللي بيحصل ده مع الاهلي كل سنة؟ ما هو ده ملوش غير ان اللعيبة دي بتستنزف. انا معاك انه في لعيبة زي ما قلت لك في الاول عايزة تتقصف رقبتها. واحد زي قفشه ده يمين شمال لازم يريح يا يمشي، لان سلوكه نفسه ما بقاش يحتمل وجوده في الاهلي. محمد الشناوي كذلك، وفي ناس امكانياتها ضعيفه غصب عنهم يعني شادي حسين ده، محمد هاني، طاهر، وناس حلبناها وخدنا خيرها اما بلها صاحب زي علي معلول، وناس محتاجه يبقى ليها احتياطي قوي زي شريف وكهربا، وبرضه نحط الشناوي في الخانه دي يعني في الحته دي مش هيبقى بعيد برضه. انما يا جماعه الموضوع مش سهل والله. كولر كمان يتلام ومحتاج مساعدين ومحللين اداء وموظفين كتير معاه وخصوصا في افريقيا. انما ما ينفعش برضه كل ما يحصل كده كل سنه تمشي مدرب، الناس تطالب تمشيه مدرب، ما ينفعش يمين شمال، ما ينفعش. حضرتك دير الموضوع صح، وانا بشوف ان كولر بيحاول يعمل ده، هو الوحيد اللي بيحاول يصلح. طبيعي هيغلط، ده بني ادم طبيعي يعني هتقلش منه وقلش بشع كمان يعني. انما مفيش حاجه اسمها يمشي. والله يرحم ايامك يا موسيماني، والله يرحم ايامك يا فايلر ويا خالي ويا عوض وديني الورشه، كل ما نخسر ماتش او نتعادل نلاقي الكلام ده. المسائل ما بتتحسبش كده، وسواء صعدنا او لا، وانا احساس الشخص ان شاء الله اننا هنصعد. يعني صن داونز الموضوع بالنسبه له تصنيف وملوش في اللاوع، وهيروح على اساس انه يكسب او يتعادل على الاقل، وده هيصب في الصالح يعني بكل تاكيد. انما انا هنا معاكم ببص للصوره من بره. ممكن نختلف وهنختلف، دي طبيعه الدنيا، انما انا بحاول افكر معاكم بصوت عالي ونزعج بعض بافكارنا زي ما بيقولوا يعني عادي جدا. اهم حاجه نفكر ونبص للصوره بشكل كامل ونقول لبعض النقط اللي احنا مش شايفينها. سيبوا لنا رايكم في الكومنتات ونشوفكم بخير.